هلا يا معلم، وجايب لك انمي جديد، فما تنساش تصلي على النبي ولايك وشير وسبسكرايب لاخوك عشان محتاجهم اليومين دول. ويلا بينا نبتدي ملخص. بنشوف ان في مجموعه من الجنود بيكونوا موجودين جوه كهف مرعب، ومره واحده بنشوف ان في تعاويذ كتير بتتفعل وبيطلع منها اسلحه وسيوف، والسيوف دي على طول بتروح متجهه ناحيه الجنود، وبنشوف انها بتقطعهم بوحشيه كبيره جدا. والرئيس بتاعهم بيطلب انهم ياخدوا كل المصابين ويطلعوهم على الصحراء، وده علشان يتعالجوا، والجنود الباقي عليهم انهم يتراجعوا. واحد من الجنود بنشوف ان هو بيكون بيتكلم وبيقول اخيرا وصل سلاح الكنيسه السري، وبنلاقي ان في 3 ابطال بيخشوا الكهف، وبنشوف ان بطلنا بيكون واحد منهم، وبطلنا بيكون اسمه شاجرو. كل الجنود بيكونوا قاعدين بيتكلموا عليه، وبيقولوا ان هو سفاح وقوي جدا وعنده قوه سحريه جباره جدا، وان هو بيقدر يقتل اقوى الشياطين والوحوش. وبنشوف بعد كده ان ملك الارواح بيظهر قدامنا، وبيكون شكله مرعب جدا، وهو عباره عن جمجمه ضخمه وهيكل عظمي. وساعتها بنشوف ان هو بيفعل تعاويذ كتير سحريه، وبيكون عمال يهجم على بطلنا، بس على طول بطلنا شاجرو بيطلع السيف بتاعه وبيقدر يقطع الهجوم اللي جاي ناحيته. وبنشوف ان في واحد من السحرة بيقول ان ملك الارواح ده بيكون بيقدر يستدعي جثث الموتى علشان يقدر يحارب بيها. وبنلاقي مره واحده ان بطلنا فعل تعويذه سحريه وبيهجم على الوحش ده، بس ملك الارواح بالعافيه بيقدر يصد الهجوم ده، وبيدور ما بينهم قتال قوي جدا وعركه كبيره. وملك الارواح بيكون بدا يستخدم نفس التعويذ اللي بيكون قتل بيها الجنود، وبيطلع اسلحه وبيضرب بيها بطلنا كتير، بس بطلنا بيقدر ان هو يصد التعويذ بتاعته. وملك الارواح ساعتها بيتعصب جدا وبيعمل كره ضخمه في السماء، والكره دي بتكون عباره عن الارواح وجثث الموت، وبيدمجها بعد كده مع التعويذه السريه بتاعته، وبيطلع منها تنين ضخم جدا. وبطلنا ساعتها بيستخدم تعويذه جديده وبيقدر ان هو يستدعي سيف ضخم جدا، وبيبتدي التنين ده ان هو يهجم على بطلنا، بس بطلنا بيقدر ان هو يفلق نصين. والسحرة بيكونوا كلهم مندهشين من قوه بطلنا، وبيقولوا ان احنا لازم نقضي على ملك الارواح ده بسرعه، لان بالمنظر ده ممكن يستدعي جثث العالم كله ويقدر ان هو يهزمنا ساعتها. وبيقولوا هو ممكن بطلنا يقدر ان هو يهزم ملك الارواح ده. في ساحره بترد عليهم وبتقول ان هو اكيد هيقدر ان هو يهزمه، انا كده كده بثق في قوه بطلنا. وملك الارواح ساعتها بيستخدم تعويذه الشريره مره تانية، وبيقدر ان هو يستدعي جيش من الهياكل العظميه. وبنروح بعد كده فلاش باك على ذكريات بطلنا، وبيكون لسه عيل صغير، وبيكون موجود في المدينه، بس المدينه يعني بتكون متدمره. كل سكان المدينه بيلوموه وبيقولوا له انت السبب في اللي حصل ده، وبيقعدوا يقولوا له احنا متنا بسببك انت، وان احنا عمرنا ما هنسامحك. وبطلنا بيكون وهو صغير موجود جوه السجن، بس بتكون عنده قدره ان هو يقدر يشوف ارواح الموت. وبنشوفه بعد كده لما كبر وبيكون قتل تنين ضخم جدا، وبعد كده مجموعه من الجنود. وبنرجع بعد كده وبنشوف بطلنا وهو بيكلم ملك الارواح، وبيقول له خلي بالك انا قادر اشوف كل ارواحك اللي انت بتحاربني بيها. فساعتها بيقول له واضح ان انت معاك قوه عين الشر، وبنعرف ان القدره دي بطلنا بيقدر يشوف بيها كل المجرمين وقطاع الطرق وكمان الوحوش اللي هو قتلها، وان اللي بيكون عنده عين الشر دول عددهم قليل جدا، وبعد كده ممكن يتحولوا لحاصدين ارواح. وبنشوف ان جثث الهياكل العظميه دي بتكون عماله تهجم على بطلنا، بس الشبح على طول بيستخدم تعويذه النار وبيضربهم بيها، بس للاسف بنشوف ان هو ما بيحصلهمش اي حاجه. فبطلنا على طول بيقرر ان هو يهجم عليهم وان هو يذبحهم كلهم بالسيف بتاعه. وبنشوف ان السحرة بيكونوا عمالين يتفرجوا على القتال ده، وبيقولوا حتى ان هو ما عنده عين الشر، بس هو قرر ان هو يقف في صفنا احنا. وبعد كده بنشوف ان بطلنا شاجرو بيفكر في حيله، وبيستخدم تعويذه كره النار وبيضربها على العفريت ده علشان يقدر يلفت انتباهه، بس هو بيصدها. وبنشوف ان الكره دي بتخبط في السقف وبتوقع حجره كتير جدا من السقف عليهم. وبعد كده بطلنا بيهجم بالسيف بتاعه علشان يقتله، بس ملك الارواح بيقدر ان هو يصد الهجوم بتاعه. وبنشوف ان بطلنا بيكون قادر يكسر جزء من الهيكل العظمي بتاع ملك الارواح. وبنشوف هنا ساعتها الجمجمه بتاعته، وبيقول لنا اخيرا لقيتها، وهي دي اكيد نقطه ضعفك، وان انا مجرد ما اكسر الازازه دي انت اخيرا هتتكل على الله وتموت. وبيقول ان انت لازم تموت عشان انت قتلت ناس كتير جدا، وان انت دايما بتستهزئ بالارواح. فملك الارواح بيقول له اعمل اخرك يالا، وانت مش هتعرف تعمل اي حاجه، وان انا ما حدش يديني اوامر. وبنشوف ان ملك الارواح ساعتها بيفعل تعويذه ضخمه جدا وبتكون مرعبه، وده علشان يقضي على بطلنا، بس بطلنا بيقول له ان انت لازم تنتهي علشان اخيرا البلد والمملكه تعيش في سلام. وبيكون بيهجم عليه علشان يكسر التعويذه بتاعته. وبنشوف ان مجموعه من السحرة بيدعموا بالطاقه بتاعتهم علشان يساعدوا في هزيمه ملك الارواح. وبطلنا بيهجم عليه فعلا وبيستخدم تعويذه خاصه بيه، وساعتها ملك الارواح بيتصدم من قوته الكبيره، بس بطلنا اخيرا بينجح في كسر التعويذه بتاعته وبيخلص على الازاز اللي فيه على العقل بتاعه، وبيحصل انفجار كبير جدا. وبنشوف ان بطلنا بيكون اتنقل لعالم تاني، بس بيكون فقد الذاكره ولسه بيفتح عينه وبيقول ان اخر حاجه انا فاكرها ان انا كنت بعمل تعويذه خاصه. وايه اللي حصل يا جماعه؟ وبنشوف ان شكل بطلنا بيكون اتغير جدا، وبيكون في جرح كبير جدا في رقبته، ولما بيشوف العالم اللي موجود حواليه بيكون مستغرب وما بيكونش عارف هو موجود فين. ولما بيقوم وبيمشي وبيطلع بره بيستغرب من شكل مدينه هو ما يعرفهاش وهو اول مره يشوفها، وبيكون مستغرب وبيقول المدينه دي موجوده فين، انا مش عارف انا فين. وبنشوف ان في جهاز مراقبه وبيكون بيراقب بطلنا، وفي شخص بيكون قاعد في مكان غريب، وبيتفاجئ ان بطلنا قدر يتحرك. فساعتها على طول بيكلم حد في التليفون وبيقول له انت ازاي ما قدرتش تخلص عليه وفشلت في قتله. وبيكون مستغرب ان بطلنا قادر يتحرك وقادر يمشي مع ان رقبته دي شكلها مجروح وبجرح كبير جدا. وبعد كده بطلنا بيكون ماشي وعمال يبص على العماير والمباني والاعلانات، وبيقول انا اول مره اشوف حاجات بالشكل ده. وبطلنا بيشوف اعلان شغال وبيفتكر ان ده تعويذه سحريه، وبيبص للاطفال والناس اللي ماشيه في الشارع، وبيقول واضح ان المدينه دي عايشه في حب وسلام
وشكلها كده احسن من المدينه اللي انا كنت عايش فيها. وبيجي له 2 شرطيين وبيكونوا بيحاولوا ان هم يتكلموا معاه، بس بطلنا مش بيكون فاهم اللغه اللي هم بيتكلموا بيها، ومش فاهم هم بيقولوا له ايه اصلا. وبطلنا بيحاول ان هو يقرا العقل بتاعهم علشان يعرف ايه اللغه اللي هم قاعدين بيتكلموا بيها دي، وبيعرف ان دي اللغه اليابانيه. ولما بيلاقوا ان رقبته مجروحه بيقولوا له يلا يا ريس بسرعه واحنا لازم نطلع على المستشفى. بس بنشوف مره واحده ان في بنوته بتظهر وبتضرب واحد من الشرطيين دول، وتقول له يقول لك ايه شكل الشرطيين دول اصلا مزعجين جدا، ويلا بينا نتكل على الله بسرعه. وبنشوف ان هي بتاخده من ايده وبتطلع تجري بيه، محدش عارف هم رايحين فين. وبنشوف ان هي بتعرفه بنفسها وبتقول ان انا اسمي ميساكي. وبطلنا لما بيشوفها بيحس بتعب غريب كده، وبيقول انا قبل كده شفت البنوته دي فين، وبيكون بيحاول يفتكر اي حاجه عنها. وبنشوف ان البنوته دي بتمسكه بتقعد تنفض فيه، وساعتها بطلنا بيقول لها وانت بتهببي ايه؟ فبتقول له انا بتاكد بس ان انت لسه عايش ومش ميت. فبطلنا بيقول لها شكرا، فبتقول له لا انت ما تشكرنيش، انا هذبحك اصلا مره تانية. وبنشوف ان هي بتطلع سلاح من معاها، وبتقول له انا اللي قطعت رقبتك اخر مره. وبتقول له انا مستغربه ان انت اصلا لسه عايش. فبطلنا بيتصدم، وساعتها بيقدر يجمع الذكريات اللي موجوده في دماغه عنها، وبيعرف فعلا ان هي قتلته. وبنشوف ان الراجل اللي كان بيراقبه بيكون هو اصلا اللي بعت البنوته دي علشان تقتله، لان في حد حيوان دفع له فلوس كتير علشان يقتله الواد ده. وبنعرف ان بطلنا في العالم ده اسمه بولكا، وان هو عنده 16 سنه. وبطلنا بيفلق وبيهرب منها، وبنشوف ان هو بيروح لمكان تاني بس للاسف بيتعب وبيقعد على الارض، وبيقول شكلها ما فيش فايده من الهروب. وبيقعد يقول هو ايه العالم الغريب اللي انا وصلت له ده انا يا دوبك حاسس بالارواح. وبيقول واضح ان الجسم اللي انا فيه ده ما عندوش اي قوه سحريه، حتى الجرح اللي في رقبتي ده انا مش قادر ان انا اشفيه ولا عنه. وبطلنا بيقول ان انا لو اتعرضت لضربه قويه فانا اكيد هموت. وبنلاقي ساعتها البنوته ميساكي وصلت، وبتقول له حلو اللي احنا قاعدين بنلعب فيه ده قط وفار، يلا قاعدين بنلعب استغمايه. وبتطلع سكاكين من معاها وبتقعد تحدفها على بطلنا، وبتتفاجئ المره دي ان هو قدر يهرب من السكاكين دي. وبتقول له حلو قوي الكلام ده، مفيش حد قبل كده قدر يهرب من اول هجوم ليا. وبتقول له الهروب ده بيزود الحماس عندي، ده انا هفلق لك وهذبحك على طول. وبنشوف ان هي بتهجم عليه مره تانية، والمره دي بعصايه حديد. وبطلنا لما بيحاول ان هو يصد الهجوم بتاعها بيقول ان الجسم بتاعي ده مش مساعدني، مع ان انا قادر ان انا اشوف الحركات بتاعتها. وبنشوف ان بطلنا بيسيبها ويهرب مره تانية. بنشوفه وهو ماشي بيفتكر زمان وهو صغير ان هو كان نفسه يعيش في عالم مليء بالسلام، وبيقول ان الفرصه دي اخيرا جات لي وده لما وصلت للعالم ده. فبيقول ان انا عمري ما هضيع الفرصه اللي جات لي دي. بس بناخد بالنا ان البنوته دي قدرت تجيب بطلنا بسكينه في رجله، فساعتها على طول بطلنا بيقوم وبيشيل السكينه وبيحدفها عليها. وبنشوف ان البنوته بتفضل تتفتى السكينه وبتكون متفاجئه بالمهاره بتاعته، وبتقول له انا قتلت ناس كتير جدا قبل كده بس انا عمري ما حسيت بالخوف قبل كده غير دلوقتي. وبنشوف بطلنا بيسيبها وبيطلع يجري، وبيكون دخل جوه مخزن. وبنشوف ان المخزن ده للاسف بيكون المختبر السري بتاعها اصلا. وبتقول له اهلا دخلت المختبر السري بتاعي، وانا عاوز اعرفك على المكان ده، انا ذبحت وسلخت فيه ناس كتير جدا، وان المكان ده يعتبر ساحه الاعدام بتاعتي. وبتقول له ان المكان ده من كتر البشر اللي انا ذبحتها هنا، فهي طلعت عليه اشاعه ان الاشباح هي اللي بتسكن المكان ده، هي والعصابات. فساعتها بطلنا بياخد باله ان هو لسه قادر لحد دلوقتي يستخدم عين الشر، وان هو قادر يشوف بيها كل الاشباح الموجوده في المكان ده. وبيقول ان قدره عين الشر دي متعلقه بالروح، وهي ملهاش اي علاقه بالجسد اللي انا فيه. وبتاخد بالها ان هي عمال يكلم نفسه، فبتقول له وانت اتجننت ولا ايه يلا؟ فبيقول لها خلي بالك انت لازم تحترمي الارواح، انت عماله تهنيها. فبتقعد تضحك عليه وبتقول حاضر انا هحترمها، وده بعد ما اقتلك. وبنشوف ان هي بتهجم على بطلنا وده علشان تقتله. وبطلنا بيقول لها خلي بالك انا حذرتك قبل كده مره ان انت ما تستهزئيش بالارواح. وبنشوف ان بطلنا بيقدر يستخدم الارواح دي وبيطلع بيها تعويذه كبيره جدا، وبيطلع منها ايد شريره وبتذبح البنوته دي. والراجل اللي بيكون بيراقبه اول ما بيشوف ان هو ذبح البنوته دي. وبنرجع على العالم القديم اللي كان عايش فيه بطلنا، وبنلاقي ان في ساحره بتكلمه بعد المعركه اللي خلصت ما بينهم وبين ملك الارواح، وبتقول له شكرا جدا ان انت انقذتنا واديت واجبك جدا على اكمل وجه. بس بطلنا بيقول لها ان انا حاسس بحاجه غريبه جدا، انا واثق ان تعويذه الانتقال بين العوالم اتفعلت وده لما قتلت. فالبنوته بترد عليه وبتقول ان انا مش حاسه باي اثر لسحر. وبطلنا بيقول ان انا اتمنى فعلا اللي انت بتقوليه ده، واتمنى فعلا ان اكون قتلت. وبنروح للعالم الجديد مره تانية وشغالين دوخه، وبيقول لها بطلنا بيقول ان تقريبا قدره السحر لسه شغاله. وبيروح للبنوته ميساكي اللي كان ذبحها، وبيقول لها انا ما كنتش عارف انت عايزه تذبحيني ليه، بس بيقول لها شكرا ان انت وصلتيني لمكان مليان بالطاقه السحريه. وبنشوف بطلنا بيقول ان انا اخيرا وصلت للعالم اللي انا كان نفسي اعيش فيه، ومن هنا ورايح انا هكون حاكم العالم ده، وانا هكون حاصد الارواح الجديد. وبنتعرف دلوقتي على قصه ملك الارواح اللي بطلنا كان بيحاربه، وبنعرف برضه ان هو لما كان صغير كان اتولد برضه بقدره عين الشيطان، واللي بيتولد بالقدره دي بنعرف ان هم على طول بيتباعوا، وده مقابل فلوس كتير جدا. علشان كده اهله باعوا واحد من الصحراء علشان يقدروا يستخدموه في الحروب. وملك الارواح فعلا لما كبر وقدر يوقع اقوى الامبراطوريات، بس مش دي الحياه اللي كان هو نفسه يتمناها، وكان نفسه ان هو يعيش في سلام. فعلشان كده قدر ان هو يهرب منهم، وقدر ان هو يعيش في كهف صغير. وبيكون هو في الكهف ده شاف مجموعه من الاطفال الصغيرين اللي كانوا مستخبيين جوه الكهف ده بعد ما الامبراطوريه اتدمرت. فبيكون قرر ان هو بيساعدهم بس ده من بعيد، وده من غير ما هم يحسوا بيه. وكان بيجيب لهم الاكل وبيستخبى بعد كده، بس في وقت من الاوقات هم قدروا ان هم ياخدوا بالهم منه، وبيكونوا راحوا ويتكلموا معاه.
وبيكونوا قرروا ان هم يكونوا اصحاب، وبنعرف ان هي دي الحياه اللي كان بيتمناها ملك الارواح من زمان، وان هو يعيش بسلام. بس واحد من السحرة عارف ان هو بيساعد الاطفال دول، فقرر على طول ان هو يذبحهم، وملك الارواح بيكون اتضايق جدا من قتل الاطفال دول، فعلشان كده ذبح كل الناس اللي موجوده في المكان من الكهنه والسحرة، وتحول الكهف اللي هو كان عايش فيه من مكان هادي المكان مليان بالقصص والارواح. وبنشوف ان هو بيكون قرر ان هو ينازل مع نفسه، وان هو يعيش حياه السلام برضه اللي هو كان بيتمناها، وده لسنين كتير جدا. وطبعا ملك الارواح ما كانش ينفع يموت موته طبيعيه خالص، وان بطلنا شجره لما وصل وحصل القتال ده ما بينهم، ملك الارواح فعل سحر اعاده التجسد، وده بشكل اللي احنا شايفينه في الواد الصغير ده. وبنعرف ان الجسد اللي موجود في العالم ده هو جسد ملك الارواح، وبنسمعه وهو بيقول ان مستحيل بعد ما عشت كل السنين دي ان انا اموت في العالم اللي انا كنت بتمنى ان انا كنت عايش فيه من زمان. وبنعرف ان في العالم ده ملك الارواح اسمه بولك، وتشوف بطلنا وهو بيصوت بعد ما قتل البنوته بضربه واحده، وبيقعد يقول هو ازاي ماتت كده بسرعه، هي ازاي ما عندهاش اي تعويذه تقدر تشفيها، يا عبيطه ولا ايه. وبطلنا بيكون متضايق جدا ان هي ماتت، وده قبل ما تعرفوا اسم العالم اللي هم موجودين فيه. وبطلنا بيقول انا كنت فاكر ان انا هربت من الشرطه من شويه، وبالمنظر ده انا شكلي مش هقدر اعيش حياه كويسه. وبنشوف ان الواد اللي بيراقبه ده بيكون اسمه تاكومي، وده بالطياره السريه. وبعد كده الرئيسه بتاعته بنشوف ان هي بتتصل بيه، ودي بيكون اسمها كلاريسا، وبنعرف ان هي اللي كانت بتدي له الاوامر هي والبنوته ميساكي. وساعتها بتساله وبتقول له ايه الاخبار، البنوته ميساكي قدرت تخلص على الواد ولا لسه؟ فبيقول لها انسى اي حاجه، وانا دلوقتي هبعت لك فيديو وانت لازم تشوفي بنفسك. وبنروح فلاش باك على حياه البنوته ميساكي، وبتكون هي صغيره، وللاسف بنشوف ان وهي صغيره بتكون واقفه بتتفرج على شخص بيكون عمال يذبح ابوها وامها، وده بكل وحشيه. والبنوته يعني بتكون مصدومه من اللي هي بتشوفه، لدرجه ان هي جالها تبلد في المشاعر لا ارادي، وما بقتش بتحس باي حاجه. والبنوته ميساكي لما بتكبر بتتحول لقاتله مأجوره، وبنشوف ان هي بتشتغل مع كلاريسا، وبنشوف ان هي مسكت الراجل اللي كان ذبح ابوها وامها، وبتكون بتحاول تنتقم منه، وبتقول له ان ازاي ما كلاريسا هي اللي قالت لي ان انا اذبحك، وبتقعد تعذب فيه بمسدس المسامير اللي معاها، وبتكون معرقباه، وبتقول له ان الرئيسه كمان قالت لي ان انت قتلت اشخاص ما كانش مفروض منك ان انت تقتله، فعلشان كده هي قالت لي ان انا اذبحك. وبتقول له ان انا كنت دايما بشوفك ان انت بتقتل الاشخاص بكل برود، فعلشان كده انا قدرت اكتسب البرود ده منك، وانا نفسي اجرب الشعور بتاعك وانا بذبحك. والبنوته ميساكي بنشوفها ان هي بتساله سؤال فلسفي، وبتقول له انت طيب ولا شرير؟ فساعتها بيقول لها انا طيب جدا ومش شرير، بس بنشوف ان هي بتجيب عصايه وبتدخلها جوه بقه وبتقتله، وبتقول له انا مش بيفرق معايا اذا كنت طيب او شرير، انت كده كده هتموت. وبترجع بعد كده كلاريسا وبتلاقي ان هي كانت محضره على مهمه جديده، وهي ان هي تقتل الواد بولك، وبتوريها صورته وبتقول لها ان ده شخص عادي جدا وانت اكيد هتقدري تقتليه بكل سهوله. فالبنوته بتفرح جدا وبتقول اخيرا انا هجرب ان انا اقتل شخص عادي وان هو ما يكونش مجرم. وبتروح فعلا عند بولكا وبيكون معاها عصايه، وبتقدر ان هي تقطع رقبته بيها. وهي ماشيه بنشوف ان هي بتقول ان انا كنت فاكره ان انا هحس باحساس مختلف، وده لما اقتل حد عادي وما يكونش مجرم. وبتقول ان الحياه بقت ممله جدا وانا عايزه اجرب حاجه جديده، وهي ان انا اجرب ان انا اقتل نفسي. وبتشوف انها بتقرر ان هي تنتحر، وبتطلع فوق مبنى عالي وبتقول ان انا وجودي في الحياه مش بيسعد اي حد، فكده يكون حاجه مفيده جدا ان انا اذبح نفسي. وبنشوف ان هي فعلا بتبتدي ان هي تنط، بس هي قبل ما تنتحر بنشوف ان هي بيجي لها اتصال فبتقرر ان هي تقف وترد، وان هي تلحق نفسها قبل ما تموت. وتاكومي ساعتها بيكون بيتصل بيها وبيقول لها ايه التخلف اللي انت بتعمليه ده؟ فبيقول لها هو انت عاوزه تنتحري ولا ايه؟ فبتقول له انجز يا عم وانت معطلني. فبيقول لها الواد اللي اسمه بولكا اللي انت قتلتيه هو لسه عايش وما ماتش. فبنشوف ان هي بتتصدم لما بتسمع الكلام ده، وساعتها تاكومي بيقول لها روحي خلصي المهمه بتاعتك وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه. وبنرجع بعد كده ونرجع بعد كده البنوته ميساكي وبتكون فتحت عينيها وبتقول ان ايه اللي خلى شريط حياتي يجي قدامي. وبنشوف ساعتها ان بطلنا بيكون عالجها، وبطلنا بيكون استخدم تعويذه علاجيه علشان يقدر يقفل الجرح ده. والبنوته بتستغرب ان الجرح اللي في بطنها ده قفل، وبتقول لبطلنا وانا ميته ولا صاحيه؟ انا مش فاهمه اي حاجه. وبولكا ساعتها بيقول لها هو انت ما رجعتيش اصلا للحياه ولا حاجه، انت باختصار اتولدت من جديد عن طريق تعويذه سحريه انا عملتها من شويه. وبعد كده بتوصل الزعيمه كلاريسا، وده للمكان اللي هما موجودين فيه. والبنوته ميساكي لما بتشوفها بتقول لها هو انت بتعملي ايه هنا؟ فعلى طول كلاريسا بتاخدها في حضنها، بس بتاخد بالها ان جسمها بايت جدا وان كمان ما فيش اي نبض. وبتتصدم وبتقول لها هو انت عايشه ولا ميته؟ انا عايز افهم. وبولكا بيحاول يدور على مصطلح من العالم دلوقتي علشان يقدر يوصف البنوته ميساكي بيه، وبيقول لها ان احسن وصف ليك ان انت زومبي دلوقتي. وبنروح فلاش باك قبل 40 دقيقه، وده قبل ما البنوته تصحى. وبنشوف الواد تاكومي وبنعرف ان هو شغال في الاتصالات والتجسس، وان هو عايش في مكان سري ومعاه طياره خاصه بيه ومطيرها وبيقدر ينفذ المهمات بتاعته. وبنشوف ان الزعيمه كلاريسا بتكون وصلت، وده وقت ما كان بولكا بيعالج ميساكي. وبساعتها بتساله وبتقول له انا عايز اعرف انت مين، وقبل ما اعرفك بنفسي فايه التعويذه الغريبه اللي انت عاملها دي؟ وانا اول مره اشوف اي حاجه بالمنظر ده. وبنشوف ان الطياره اللي بيستخدمها تاكومي بتكون واقفه وراهم اصلا وعماله تراقبه. والبنوته كلاريسا ساعتها بتتصل بيه وبتقول له انت يا عبيط بتتفرج على ايه؟ فبيقول لها انا مش عارف، بس للاسف مش انا اللي بتحكم بالطياره دلوقتي. وبطلنا بولكا بيقول لها معلش بس استني شويه علشان انا قربت اخلص واعالجها.
وبنشوف ان هو بيستخدم مجموعه من الارواح وبيقدر يدخلها جوه الفجوه الموجوده جوه بطن البنوته ميساكي علشان يقفلها ويرجعها على قيد الحياه. وكلاريسا لما بيشوف السحر اللي بيعمله بطلنا بتقول ان مستحيل ان تاكومي يكون هو اللي بيعمل الخدعه البصريه دي. وتاكومي ساعتها بيسمعها بيقول لها على فكره انا لا اقدر استخدم خدعه سحريه زي دي، انا ما كنتش اعرفك وكنت كسبت فلوس كتير جدا. وبطلنا بولكا بيكون خلص علاج البنوته ميساكي وبيقول ان هي خلاص هتصحى قريب، بس بيقولوا الاول عرفوني انتوا مين. فبيقولوا ان احنا اصحاب البنوته اللي انت ذبحتها دي اللي اسمها البنوته ميساكي، بيقولوا ان احنا موجودين هنا علشان ننتقم منك. وبيرفعوا ساعتها السلاح عليه. وساعتها بتساله وبتقول له ايه البنوته ميساكي دي عايشه ولا ميته؟ فبيقول لها انا ما اعرفش، بس اللي اعرفه انها على روحها كويسين وانا كده كده صلحت جسمها، بس هي هتكون محتاجه لما تصحى ساحر يعمل لها تعويذه الاحياء. فلما بتسمع الكلام ده بتكون مصدومه ومش فاهمه الكلام ده اصلا يعني ايه، وبيقعد يقول شويه حاجات ليها علاقه بالسحر والشعوذه، بس ما فيش حد بيكون فاهم ايه اللي هو بيقوله. فساعتها بيقول لها انا هسهلها عليك وابسطها لك، في سحره في العالم ده بيقدروا يستخدموا السحر ولا ما فيش؟ فبتقول له بصراحه انا اول مره اشوف حد بيقدر يستخدم حاجه زي اللي انت بتعملها دلوقتي. فلما بيعرف ان ما فيش اي سحره في العالم ده بنشوف ان هو بيخفي كل التعويذ اللي هو كان مطلعها، وبيقول لهم اللي انتوا شفتوه ده عباره عن شويه هلوسه. فالبنوته بتقول له انت فاكر ان انت هتقدر تخدعنا بالكلمتين دول؟ وبطلنا بيقول ايه ده اللي انت بتقوليه ده، هنقل ادابنا شلوحك. وساعتها بنشوف ان هو بيبتدي يستخدم التعويذ بتاعته مره تانية، فكل الحراس اللي موجودين بيترعبوا وواحد منهم بيرفع السلاح، بس بطلنا بيستخدم التعويذه وبيطلع منها نفس الايد اللي كانت تبعت البنوته وبيحطه في الارض وبيقول لها خلي بالك انا مش هلاقي اي صعوبه ان انا اقتلكم كلكم دلوقتي. وبطلنا لما بيبص على الاسلحه بتاعتهم بيقول الاسلحه دي شبه الاسلحه اللي كانت موجوده في الامبراطوريه اللي انا كنت عايش فيها، مش فاهمين ازاي كميات موجوده هناك بس ماشي. وبيقول انا مش عارف انا فاضل لي قد ايه من الطاقه علشان اقدر اخلص على الناس دي كلها او حتى ان انا اقدر اهرب منها. وبنشوف بعد كده ان هم بيسمعوا صوت عربيه مطافي، وبنعرف بعد كده ان في ملجأ حصلت فيه حريقه والمبنى ده بيكون اسمه شاكوزا، وبنعرف ان المبنى ده دار ايتام اصلا وفيه كل الاطفال اليتامى. وبولكا ساعتها بيكون مستخدم عين سحريه وبتكون واقفه على كتف البنوته وبتكون عماله تبص على التاب بتاعها، بس بطلنا بيكون مش فاهم اي حاجه ولا فاهم ايه اللي بيحصل. وفجاه واحده من المساعدين بتطلع السيف بتاعها وبنشوف ان هي بتقدر تقسم العين دي نصين، وبطلنا ساعتها بيسال وبيقول انا مش فاهم اي حاجه وايه اللي بيحصل. فبتقول له من الاخر ان في حريق في المبنى وفي شويه اطفال موجوده فيه. فعلى طول ساعتها بطلنا بيفتكر الاطفال اللي هو كان عايش معاهم زمان ودول اللي اتقتلوا على طول، وبنسمعه بيقول خدوني معاكم المكان اللي هم فيه وانا هقدر انقذهم. فالبنوته كلاريسا ساعتها بتساله وبتقول له انت ايه علاقتك بالاطفال اصلا واللي انت عايز تنقذهم؟ فبيقول ان انا مش حابب ان اي طفل صغير يعاني. فبتتصل بتاكومي بتقول له استخدم الطياره اللي معاك دي وانا عايزك توري له الطريق. وبنشوف ان بطلنا ساعتها بينط من الشباك وبيستخدم تعويذه سحريه خاصه بيه وبيكون بيطلع منها يد عملاقه وبيقدر يطير بيها زي سبايدر مان وبيكون رايح بسرعه للمكان اللي فيه الحريقه. ولما بطلنا بيوصل بنشوف ان هو بيستخدم قدره عين الشر علشان يقدر يشوف الارواح اللي موجوده فوق، ونشوف ان هو فعلا بيقدر يحس بقوه الاطفال اللي موجوده في الملجأ. وعلى طول ساعتها بيستخدم التعويذه بتاعته وبيخش جوه المبنى، ولما بيخش جوه المبنى بيشوف ان ارواح اهاليهم بتكون موجوده وبتكون واقفه جنب الاطفال. فساعتها بيسالهم بيقول لهم هو العيال دول ولادكم؟ وساعتها بيقرر ان هو يستخدم تعويذه خاصه بيه وبيجسد الارواح دي وده جوه هيكل عظميه علشان يقدر يشيل الاطفال دول ويقدر يطلع بيهم بره. وفعلا بنشوف ان الهيكل العظميه دي بدات تشيل الاطفال، وبنشوف ان كل هيكل عظمي بيشيل ابنه، لدرجه ان الاطفال ايتام بيحسوا ان اللي شايلينهم دول ابهاتهم فعلا. وكل الناس اللي بره بتتصدم لما بتشوف ان الهيكل العظميه دي هي اللي شايله الاطفال، وبيطلعوا بسرعه بره المبنى اللي فيه الحريقه. وبنشوف بعد كده ان الارواح دي بتطبخ، وبطلنا بولكا بيهرب بسرعه من المبنى وده علشان ما حدش يقدر يشوف، بس كالعاده بتكون ورا الطياره الصغيره ودي بتاعت الواد تاكومي. وبنشوف ان مواقع التواصل الاجتماعي كل الناس بتكون حاطه صوره الهيكل العظميه دي وهي شايله الاطفال. والواد تاكومي ساعتها بيقول ان الواد الصغير ده غريب جدا وان هو محدش فاهم ازاي بيقدر ينقذ اطفال من الموت وفي نفس الوقت بيقتل البنوته ميساكي. وبعد كده بنشوف ان بولكا بيرجع لهم مره تانية والبنوته ميساكي ساعتها بتكون صحيت وبيقول ازاي في العالم ده في اطفال صغيره معرضين للموت يا اوباش، واضح كده ان العالم ده مش امان. وبيقول يا ترى ايه اللي احنا نقدر نعمله في العالم ده عشان يبقى امان وده من غير خطر. فالبنوته كلاريسا ساعتها بتقول له انت عايز تعمل سلام في العالم ده يبقى لازم يكون معاك فلوس وغني جدا. فبيرد عليها وبيقول لها اذا كان على الفلوس فيها سهله انا اقدر استخدم السحر بتاعي ده وهيجيب لي فلوس كتير جدا. والبنوته كلاريس بتقول له يا معلم بما ان انت هتجيب فلوس فانا هكون معاك واساعدك. وبتعرفه بنفسها وبتقول لها ان انا اسمي كلاريسا وان هي شغاله سمساره، يعني من الاخر كده اي حاجه بتجيب فلوس هي راشقه فيها. وبتتاكد فعلا ان الواد بولكا ده جاي من عالم تاني وعلشان كده جاي بتقرر ان هي لازم تقف معاه، وبتقول له انا هعرفك على العالم الجديد اللي انت وصلت له. والبنوته ميساكي بتكون عماله تتفرج على الهياكل العظميه اللي كانت موجوده في الحريقه وكانت بتنقذ الاطفال، وبتقعد تقول ازاي كل الحاجات دي حصلت امبارح وانا ميته، واضح كده ان الدنيا كانت خربانه وان الاشباح موجوده ومش خرافه. وبنشوف بطلنا بعد كده بيكون عمال ينظم المرور للهياكل العظميه جوه المكان وبيكون بيروق في المكان الجديد اللي هم راحوا له، وبيكونوا قاعدين في مبنى والمكان ده بيكون بتاع كلاريسا. والبنوته ميساكي بتكون فرحانه جدا ان هي ماتت واتقتلت وان هي قدرت تصحى مره تانية، وبتقعد تقول التجربه دي جميله
فالواد تاكومي ساعتها بيبص لها وبيكون متضايق منها وبيقول انا طول عمري عارف ان انت مجنونه مخبوله. وبطلنا بعد كده بيقول الواد تاكومي انا عارف ان انا مصدعك باسئلتي بس معلش لان العالم الجديد اللي انا موجود فيه ده ما فيه حاجات كتير جدا انا مش فاهمها اصلا. فبيقول له براحتك يا ريس اللي انت عايزه انا هجاوبك عليه واللي انت نفسك فيه انت كده كده راجل بتقدر تتحكم في الاشباح. وبعد كده بيقول لبطلنا ان انت الجسم اللي انت عايش جواه ده المفروض ان هو عنده اهل. فبطلنا بيقول عشان احنا في الصيف فانا بلغت اهله ان انا طلعت الرحله علشان اصيف وقلت للبنوته كلاريسا ان هي تبعت لهم التذاكر دي علشان اصلا يتاكدوا. فتاكومي بيقول له يا نهار ابيض دماغك سم وسفاح. وبطلنا بيقول للاسف انا ما اعرفش اي حاجه اصلا عن الجسم ده غير بالعافيه اسمه واسم العيله بتاعته. فالواد بيقول له طب ما تطلع الذكريات اللي موجوده جوه الجسم ده وحاول ان انت تقدر تسترجعها. فبيقول له للاسف ان انا مش هقدر وانا بالعافيه قدرت ان انا اطلع اللغه اللي انا اصلا قاعد بتكلم بيها دلوقتي. وبيقول له اصلا بخصوص الذكريات فاخر ذكرى كانت من الحيوانه دي وهي بتذبحني ودي سيئه جدا. وبيقول له ان انا ملاحظ ان في حاجات شبه العالم ده والعالم اللي انا جيت منه والحيتان اللي موجوده في الكتب قدامي دي موجوده عندنا على انها وحوش اسطوريه. وتاكومي ساعتها بيساله بيقول له يا ريس طب انت شكلك في العالم بتاعك كان شكله ازاي؟ فساعتها بيقول له انا كنت هيكل عظمي وشكلي كان ضخم جدا. هو بيقعد يتصور في شكله وبيترعب جدا. ولما بيساله طب هما كانوا مسمينك ايه هناك؟ فبطلنا بيقول ان انا اسمي على حسب اللغه بتاعتكم دي ان انا حاسد الارواح والاسم ده بيعجب البنوته ميساكي جدا وبتكون مبسوطه جدا بالاسم الغريب ده. فتاكومي بيبص لها بيقول لها زي ما انا توقعت ان انت مخبوله. وبيقول بعد كده انا كل اللي يهمني ان أنا مين اللي كان عايز يقتل الجسم ده. فالواد بيقول له روح اسال البنوته كلاريسا وان هي اكيد هتقول لك. فبطلنا بيقول له ان انا رحت علشان اسالها بس هي للاسف ما رضتش ان هي تقول لي اي معلومات بس هي وعدتني ان هي ما تقبلش اي حاجه بخصوص ليا. والواد تاكومي بيقول له يعني انت صدقتها يا عم. وبيقول له ان انا مش عايز اقول لك كمان ان هي السمساره الوحيده اللي بتقوم بعمليات قتل. وبيقول له اصلا انت مش المفروض تخاف مش اي حد يقدر يقرب منك وان مفيش غير شخص واحد بس هو اللي ممكن يعمل كده وهو ليمينجز. فبطلنا ساعتها بيتصدم وبيقول له ليمينجز انا عايزك تقول لي اي معلومات عنه. فالواد بيقول له بقول لك ايه ما تاخدش في بالك وانا غلطت اصلا باللي انا بقوله ده. والبنوته ميساكي بتكون ماسكه ايدها هيكل عظمي وبتكون بتحاول ان هي تحركها بس بتشوف انها مش بتتحرك. فبتكون فاكره ان هي آلة الكترونيه وان هي شغاله ببطاريات. تقعد تقول له هو مفيش اي حاجه علشان نعرف نحركها زي بطاريات. فتاكومي ساعتها بيبص لها بعد كلامها الغبي وبيسال بطلنا هو انت ليه سايبها اصلا لحد دلوقتي عايشه؟ الغباء ده لازم يموت وهي اصلا كده كده قتلتك. فبيرد عليه وبيقول له ان هي ما قتلتنيش انا دي قتلت بولكا. وبيقول ان بولكا بعد كده قال لي ان انا سامعها فعلشان كده انا رجعتها للحياه. فتاكومي ساعتها بيتصدم وبيقول له هو انت كلمت بولكا الحقيقي؟ فبيقول له لا انا بس ما كلمتوش ده هو كمان موجود فوق. وبنعرف ان شبح بولكا موجود دلوقتي في الطياره الصغيره اللي كان بيستخدمها تاكومي. وبيقول له ان انا ما ينفعش بعد ما خدت الجسد بتاعه ان انا اسيب روحه كده طايفه وهي عماله تتحرك لوحدها. فانا قررت ان انا لازم احطها في الطياره دي وده لحد ما الاقي جسم تاني وانقله ليها. بس ساعتها الواد تاكومي بيقول له يا ريس ما بالراحه علينا وانت ليه محسسني ان ارواحنا دي عباره عن لعبه؟ فساعتها بطلنا بيقول ان ارواح البشر اصلا بالنسبه لي دي مجرد لعبه. فالواد تاكومي يبتدي ان هو يقلق من بطلنا ويترعب منه وبيقول ان ارواحنا كمان بقت لعبه في ايده فالواحد لازم يكون حذر في التعامل معاه. وبطلنا بيقول ان انا لازم اجمع فلوس كتير وده علشان اعيش في سلام زي ما البنوته كلاريسا قالت لي. فعلى طول البنوته ميساكي بتقول له طب ايه رايك يا ريس ان احنا نشتغل في القتل والاغتيال؟ فساعتها بيقول لها لا انا مش شاطر فيهم. فبتقول له ازاي انت مش شاطر فيهم؟ انت قدرت تقتلني بكل سهوله. فالواد تاكومي ساعتها بيقول لهم ان انت ما تسمعش كلام البنوته دي. وبنشوف مره واحده بنشوف ان في واحد بيجي على البوابه والراجل ده بيكون جاي عشان يقابل البنوته ميساكي. وبعد كده بتروح تقابله وبيطلب منها انها وبيقول لها ان انا محتاج مساعدتك وان في ناس كتير عايزه تقتلني وانا عارف ان انت مجرمه شاطره جدا فانا بترجاك ان انت تحميني. فالبنوته بترد عليه وبتقول له ان انا اسفه انا كده كده وقفت القتل والاغتيالات دي خالص. والراجل بيكون عمال يترجاه وبيقعد يقول لها ارجوكي. بس مره واحده بنشوف ان بطلنا بيظهر وبيكون قاعد قدام الراجل ده وبيقول انا موافق على طلبك. والراجل ساعتها بيتعصب ويقول له انت بتعمل ايه يا عم انت ايه اللي جابك هنا؟ بس البنوته ميساكي على طول بنشوف ان هي بتوافق على المهمه وده لما بتعرف ان بطلنا موافق عليها. وبنشوف ان الواد تاكومي بيكون واقف في الشباك وبيكون عمال يبص على بطلنا وبيقعد يقول له يا ترى هو اللي وافق على المهمه دي. وبنشوف ان البنوته ميساكي بعد كده بتروح مع الراجل ده وده بيكون مخزن مهجور وبنعرف ان المخزن ده هو المفروض اللي موجود في العصابه. ولما بيوصل بيقول لها خلي بالك لان هم اكيد موجودين جوه. فالبنوته بتقول ان هم موجودين جوه وسايبين المكان بره من غير حمايه دول شكلهم عصابه على الله خالص. فبيقول لها خلي بالك لان دول تبع الزعيم جيمبا. بنعرف ان الراجل ده البنوته هي اللي قتلته لان هو كان سبب في قتل ابوها وامها. والبنوته بتجري بعد كده علشان تخش جوه المخزن ده بس بيكون واضح ان هو اصلا كمين. وبتشوف ان في عصابه بتظهر وبتكون ماسكه عصيان وبتكون عايزه تضرب البنوته ميساكي. بس البنوته ما شاء الله بتقدر ان هي تضربهم كلهم وبتقعد تديهم على محترمه. وبنشوف ان في واحد بيقدر ان هو يمسكها من ظهرها بس البنوته مره واحده بتقدر ان هي تفلت وتديله سيف يد وبتخرشمه خالص وبتقعد تضحك عليهم وتقول لهم ان انا اول مره اشوف ان في مجرمين ضعاف جدا كده.
وبنلاقي ان البنوته مره واحده بتاخد طلقتين في بطنها وبتترمي على الارض، وبنعرف ان الراجل اللي جايبها ده هو ده اللي اصلا اللي ضربها وغدر بيها، وبيقول ان احنا اصلا جبناكي هنا علشان ننتقم من الزعيم اللي انت ذبحتيه. وبعد كده الراجل ده بيبص وراه بيلاقي بطلنا واقف وبيقول انا دلوقتي فهمت الموضوع. وفجاه بنشوف ان البنوته بتمسك رجل واحد من العصابه وان هي بتبدا تقوم، وبطلنا بيقول انا نسيت اقول لكم ان البنوته ميساكي دلوقتي تعتبر من الزومبي، وكمان هي بقت اقوى من الاول بكتير، وان المسدسات اللي معاكوا دي مش هتاثر فيها. وفجاه بنشوف ان البنوته بتقوم وبتقعد تضرب فيهم كلهم، وتاكومي بيتصل ببطلنا بيقول له هو انت عرفت الموضوع ده ازاي؟ فبطلنا بيقول ان انا ما كنتش اعرف ان الموضوع ده فخ، انا بس وافقت على الطلب ده لان احنا لما كنا هناك لقيت ان في اشباح صغيرين وده من عائلات هو قتلهم قبل كده، كانوا طلبوا ان هم ينتقموا من الناس دي، فعلشان كده انا وافقت على الطلب ده. وبنشوف ان الاشباح بتمسك الراجل ده فعلا من تحت، وبطلنا بيقول ان الاطفال اصلا هم اللي طلبوا يقتلوكوا وده علشان ينتقموا منكم. وبنلاقي ان ايد عملاقه كده ظهرت وبتمسك العصابه دي وبتفعصها، واشباح الاطفال بيقعدوا يبكوا وبيكونوا رايحين علشان يشكروا بطلنا. وبطلنا بيقول ان انا مش هسمح لاي حد ان هو يعمل جرائم تاني. وبيرجعوا بعد كده للمقر بتاعه وبنشوف ان البنوته ميساكي الجرح اللي في بطنها اتشفى تماما من اخرام الرصاص. وولاد تاكومي بيسال بطلنا بيقول له انت قابلت ليه المهمه دي من الاطفال؟ انا كنت فاكر ان الارواح مجرد وسيله تسليه بالنسبه لك. فبيقول له فعلا لان كل روح بشريه تعتبر وسيله ترفيه بالنسبه لي. وبيقول انا بصراحه كنت حابب ان انا افرح الاطفال دي. وتاكومي ساعتها بيبص لبطلنا بيقول انا عارف ان انت شخص خطير جدا بس بصراحه احنا ازبل منه عشان احنا مجرمين. وبعد كده بنشوف ان الواد تاكومي بيكلم البنوته كلاريسا وبيكون بيحكي لها كل حاجه حصلت، وبيعرف ان هي فعلا مش هتقتل بولكا وان هي اصلا ما اتفقتش مع اي حد تاني على قتله. وبنشوف ان اتنين من العصابه بيكونوا وصلوا عند المخزن المهجور وبيتصدموا لما بيشوفوا كميه الجثث دي، وبيقولوا احنا لازم ننتقم من الشخص اللي عمل كده. بس مره واحده بنشوف ان الشخص اللي اسمه ليمينجز واللي اتكلم عليه الواد تاكومي بيكون ظاهر مره واحده وقتل الاتنين دول. في ترى بطلنا بيكون عمال يتفرج على مجله ودي فيها مصاصين دم، وساعتها بيسالوا بيقولوا هم مصاصين الدم دول عندكم خرافه شكلها؟ فبيقول اصلهم هم في العالم بتاعنا حقيقيين. فالبنوته بتفرح وبتقول له يا بختك عندكم مصاصين دم وانا كان نفسي اشوفهم من زمان. فبيقول لها انا ممكن اصلا احولك لو انت عايزه تشوفيهم، ممكن اخليكي مصاص الدم بس هنحتاج شويه سحر. والواد تاكومي ساعتها بيكون بيراقبهم ومستغرب منهم، افضل عايش مع الاتنين رقبته دول ازاي؟ بس ما فيش اي مشكله خليني معاهم واشوف اللي هيحصل، وده على حسب اوامر البنوته كلاريسا. وبنشوف بعد كده واحد سكران وبيكون قاعد وبيكون عمال يشرب وحالته بالبلا، وبيسال على البنوته كلاريسا وبيقول بواضح كده ان هي طلعت عليها اشاعات سيئه جدا. فالراجل اللي بيقدم له المشروبات بيقول له انا ما اعرفش اي حاجه وبره عني. فساعتها بيحس ان هو بيكذب وبيساله بيقول له هو حقيقي ان انت ما تعرفش اي حاجه؟ يعني الهياكل العظميه اللي كانت موجوده قدامك في المبنى اللي بيتحرق ده ما بيقولكش ان كلاريسا دي وراها اي حاجه؟ فبيقعد يضحك كده وبيقول الله اعلم. وبعد كده بنروح للواد تاكومي بيكون بيسال على البنوته ميساكي وبيقول له ايه اللي هيحصل لجسمها بعد فتره طويله. فبطلنا بيطمنه بيقول له ما تقلقش ان هو مش هيحصل لها اي حاجه، ده حتى جسمها هيقاوم التعفن بتاع الزومبي لو هي فضلت تاكل كويس. وبطلنا بيقول لها خلي بالك وانت عماله تاكلي كده لان اللعاب بتاعك ده ممكن يسبب شلل اصلا. فساعتها بتقول له يا راجل روح تروح قايمه عدى بطلنا، وبيحصل له شلل فعلا. وبيكون في اتنين من الشرطه ماشيين جنب المخزن المهجور وبيكونوا بيسمعوا صوت غريب جدا، ولما بيجروا بسرعه علشان يسمعوا الصوت ده بنلاقي ان الليمنجز ده موجود فوق صخره ضخمه وبيكسرها. ولما الشرطه بتوصل بتلاقي ان الناس اللي موجودين لسه على قيد الحياه وان هم برضه مش ميتين، بس للاسف هم متربطين بشكل غريب جدا واول مره يشوفوه. وبنرجع بعد كده لبطلنا وبنشوف ان هو بيفوق من الشلل اللي كانت عملته البنوته ميساكي، وبطلنا بيساله بيقول له هو البشر اللي موجودين عندنا شبه اللي موجودين في العالم بتاعك؟ فبطلنا بيقول له فعلا ممكن يكون في العالم ده ممكن يكون في بطل خارق زيي. وبنشوف ان البنوته بتكون عماله تجرب سنانها وفرحانه وهي عضاضه، وبتقول اخيرا لقيت سلاح اقدر اشل بيه الناس قبل ما اقتلها. انا على طول كنت بستخدم مسدس المسامير عشان اقدر اثبتهم بس من دلوقتي انا هستخدم سناني. والواد تاكومي ساعتها بيقول لبطلنا واضح كده ان انت تعرف اسرار وحاجات غريبه، وبيقول له ان انت كان ممكن تستخدمها علشان تقدر تخفي الجثث بتاعت الناس اللي انت ذبحتها. فبطلنا بيقول له ان انا ما قتلتهمش اصلا، دي لسه عايشه، انا بس خليتهم ما يقدروش يتحركوا، يعني بمعنى اصح خلاهم شويه مجانين وده ان هم ما يقدروش يعملوا اي حاجه. وبنشوف بعد كده الراجل اللي كان سكران وكان موجود في الحانه بيكون وصل عند المخزن المهجور علشان يحقق في اللي حصل، وكمان بيكون جايب المساعد معاه، وبيقول ان الشرطه ما بتخليناش تحقق في اي مواضيع غير لما بتكون بلاوي وكوارث حصل. وبنعرف ان الكوارث دي هي ظهور الشخص اللي منجز وان كمان حصد الارواح. وبنشوف ان افراد الشرطه بيكونوا مجتمعين مع فريق العمل وبيكون بيعرفهم على اخطر المجرمين اللي هو قدر ان هو يخلص عليهم، وبيقول ان المجرمين اللي انتوا شايفينهم دول اغلبهم في السجن او مات، وطبعا الفضل يرجع لنا لان انا كنت بقدر اجيبهم وحقق في القواضي بتاعته. وبيقول ان فريق التحقيق بتاعنا هو مهمته ان هو يحقق في كل القواضي الغامضه، ومهمتنا دلوقتي طبعا ان احنا نقدر نكشف شخصيه لمنجز هو حصد الارواح. وبيقول كلنا شفنا الهياكل العظميه اللي انقذت الاطفال وده في الحريقه، وكمان المجرمين اللي شفناهم مذبوحين عند المخزن المهجور ولقينا ان هم مذبوحين بشكل غريب جدا. وبنشوف شرطيه بتقول ان احنا لقينا اثر اقدام لمنجز ودي موجوده عند المخزن المهجور، فبيقول ان ممكن جدا لمنجز ده يكون له علاقه بالهياكل العظميه اللي ظهرت وانقذت الاطفال اصلا. وبيكون واضح ان الموضوع معقد وبيقول ان احنا لازم نقعد نحقق فيه. واحد من المحققين بيقول لظابط الشرطه
ومش ممكن الحاجات اللي احنا شفناها دي تكون مؤثرات بصريه. فالشرطيه بتقول له لا ما ينفعش، ان الكاميرات اللي صورتهم اصلا كانت صورتهم من كذا زاويه، ومستحيل ان دي تكون خدعه بصريه. والمحقق التاني بيكون سرحان وشغال عمال يرسم هيكل عظمي، وبيكون عمال يحاول يتخيل شكل بطلنا. والشرطه بيقول لهم ان احنا كل القضايا اللي احنا حققنا فيها وقدرنا ان احنا نكشفها، كل المجرمين كانوا بشر عاديين، ومفيش حد فيهم لا كان ساحر ولا كان مشعوذ. فمن الاخر القضيه اللي قدامنا دي اكيد ان احنا هنقدر نحلها، لان الفاعل في النهايه هو بشري زينا. وطبعا الباشا ما يعرفش ان حصد الارواح فعلا موجود قدامه، وبيقول ان المجرم اصلا بشر زينا، فاكيد ان احنا هنقدر ان احنا نجيبه ونقبض عليه. وبطلنا حصد الارواح ساعتها بيكون بيستخدم سحر غريب، وده علشان ينقل الروح بتاعت بولكا من الطياره اللي هي كانت موجوده فيها. وده اللعبه عباره عن سمكه قرش. وبيقول لتاكومي خد بقى يا عم الطياره بتاعتك دلوقتي، تقدر تتصرف فيها زي ما انت عايز. والواد بيتبسط وبيفرح ان هو اخيرا خد الطياره بتاعته. وبطلنا بيقول لسمكه القرش انا ومن هنا ورايح هسميك بولكا، بس سامحني انا هاخد اسمك لفتره معينه. والبنوته بتخش عليهم، واول ما بتشوف لعبه سمكه القرش دي بتكون عاجباها وبتجري علشان تحضنها. والواد تاكومي بيستغرب وبيقول ازاي الروح اللي موجوده في سمكه القرش دي اعجبت بالبنوته العبيطه دي، وده مع انها هي اللي هتلاها. وبطلنا بيقول على فكره انا ممكن اخلي السمكه دي تتكلم، بس احنا محتاجين بس احبال صوتيه بشريه. فالواد تاكومي بيتصدم وبيقول له هو احنا هنجيب الحاجات دي ازاي اصلا؟ فبيقول له عادي احنا اصلا كمان ممكن نعملها، بس احنا محتاجين سحر. وبيقول لي الواد تاكومي انا محتاج ان انا اهتم بقوتي السحريه شويه، وده قبل ما ابتدي ان انا اجمع فلوس. وبيقول لي للاسف العالم اللي احنا موجودين فيه دلوقتي القوه السحريه اللي فيه دي ضعيفه جدا، وان انا بقدر اشعر بارواح قليله جدا موجوده حواليا. وبيقول ان هو بيفكر ان هو يجمع كل الارواح البشريه اللي موجوده في العالم ده ويخليها في مكان واحد علشان يقدر يستخدمها بعد كده ويزود الطاقه السحريه بتاعته. وساعتها الواد تاكومي بيساله بيقول له انت هتقدر تجمع الارواح دي كلها ازاي بما ان السحر في العالم ده عندنا ضعيف؟ فبيقول له ما تقلقش ان انا عرفت ان عندكم احجار، انتوا بتسموها احجار كريمه، بس الاحجار دي بيكون فيها طاقه سحريه قويه جدا. فالواد تاكومي بيقول له ايه اسماء الاحجار دي ايه؟ فبطلنا بيقول ده الالماس والالماظ والياقوت، وان انا لو قدرت ان انا اجيب جردل واحد من كميه الاحجار دي فانا اقدر ان انا اعمل قوه سحريه كبيره جدا. وبنشوف ان هم بعد كده بيطلعوا على محل مجوهرات، ولما بيبص على الاحجار دي بيشوف ان سعرها غالي جدا. وبيقول انا كنت متوقع ان الاحجار دي يكون سعرها ارخص من كده شويتين، واضح ان انا مش هقدر اجمع اي كميه منها. والبنوته مساكي بتقول له ايه الاحجار دي رخيصه في العالم بتاعكم؟ فبيقول ان دي رخيصه جدا لدرجه ان الاطفال يقدروا يشتروها. وبيقول واضح ان انا لازم احوش فلوس كتير جدا عشان اقدر اعمل اي حاجه. ولما بيطلعوا البنوته مساكي بتقول له انت ليه ما تحاولش ان انت تاخد القوه بتاعتها من بعيد؟ فبيقول ان للاسف الاحجار دي لازم تكون قريبه مني والا هتتكسر كلها. فبتقول له طب ايه رايك نسرقها وان احنا هنسرقها كلها علشانك؟ فبطلنا بيقول ان انا مستحيل اسرق عشان انا عايز اعيش في العالم ده. والواد تاكومي بيستغرب ان بطلنا مش عايز يكون حرامي، وبيكون بيراقبهم بطياره الدرون بتاعته. وبيتصدم لما بيشوف ان في واحد من المحققين واقف قدامهم، وبيكون مستغرب لما بيشوف المحقق ده بيكون بيضحك للدرون وبيحاول تاكومي يهرب بطياره المراقبه. بس ساعتها بيجري بسرعه وبينط من فوق البنوته وبياخدها، وبيقدر ان هو يمسك الطياره دي قبل ما تهرب. وبنشوف ان المحقق التاني بيكون وصل عند الحانه، والحانه دي بتاعت كلاريس، بيكون عايز يتكلم معاها فبتسمح له بكده. وبيسالها وبيقول لها وانا شفت رجالتك اصلا موجودين، وده جنب المبنى اللي كان فيه الحريقه بتاعت الاطفال، ولقينا كمان طياره الدرون بتاعت الواد تاكومي، واحنا عارفين ان الواد تاكومي ده شغال معاك، فانت كده شكلك ان ليك علاقه بالهياكل العظميه، وعايزك تقولي لي الحقيقه يا وليه. وكمان لقينا مجموعه من البلطجيه كانوا مضروبين وده بشكل كبير، والمفروض ان دول كانوا رجاله زعيم العصابه اللي كان اسمه جيمبا، واحنا عارفين ان جيمبا ده برضه كان شغال عندك. فمن الاخر كده احنا عايزين نعرف منك كل الحكايه وعلاقتك بالحوارات دي كلها. ونشوف المحامي اللي كان قدر ان هو يمسك الطياره بتاعت الواد تاكومي، وبنعرف ان الشرطي ده اسمه عراسي، وبيعتذر لهم ان هو خوفهم بالنطه الاخيره بتاعته. وبنشوف ان البنوته مساكي بتحذر وطننا وبتقول له خلي بالك من المحقق ده لان هو كده شكله مرعب جدا. وبيكون ماسك الطياره وبيقول لتاكومي انا عارف ان انت سامعني دلوقتي. فالواد تاكومي ساعتها بيكون مرعوب وخايف جدا، وبيقول انا هحاول ان اعمل نفسي غبي وانا بتكلم معاه علشان ما ياخدش باله من الواد بولكا وميساكي. وبنشوف ان بطلنا بعد كده بينادي عليه، فالمحقق ساعتها بيقول ان انت مالكش اي دعوه بيا وان انت لازم تخليك في حالك وتفضل اتكل على الله. فبطلنا بيقول انا عايز اقول لك ان الطياره اللي انت ماسكها دي بتاعت واحد صاحبي. وبنشوف ان المحقق هنا ساعتها بيكون مصدوم جدا وبيقول له هو انت تعرف تاكومي؟ فبيقول له ايوه ده صاحبي. فالمحقق بيستغرب ويقول ازاي ده شكله عيل صغير جدا وشكله لسه عيل في ثانوي، ازاي ممكن يعرف مجرم زي ده؟ وساعتها بنشوف ان المحقق بيقرب من بطلنا وبيقول له عليك ان انت تاخد نصيحتي وان انت تبعد عن المجرم ده، انت لو بقيت صاحبه فانت اكيد هتكون مجرم زيه. ولما بيمسكه من جسمه بيحس ان هو جسمه بارد جدا، وبطلنا بيتضايق جدا وبيتعصب وبيطلع ارواح علشان يضرب الشرطي ده علشان لمسه، وبيقول له ان محدش يديني اوامر يا حيوان، ويقول لي تصاحب مين وما صاحبش مين. والمحقق ساعتها بيحس ان بطلنا ده حد غريب جدا، فساعتها بيرجع لورا بيقول زي ما توقعت الواد ده مش طبيعي. وساعتها بيقول له عرفني بنفسك انت مين. وبنعرف قصه المحقق ده وبنعرف ان هو شخص كان قوي جدا لدرجه ان هو كان واقف مع 8 من اقوى المجرمين الموجودين في المدينه
وقدر ان هو يخلص عليهم ويضربهم في ثواني. والواد تكومي بيكون بيكلم بطلنا في السماعات وبيقول له اوعى تجاوب على اي اسئله يسالها لك المحايد ده، وبيطلب منه كمان ان هو يخفي قوته، لان من الاخر المحايد ده لو عرف عنك اي معلومات او عرف ان انت شخص خارق فهو اكيد مش هيسيبك في حالك. والمحايد بعد كده بيساله سؤال تاني وبيقول له هو تكومي طلب ان انت تكون صاحبه، وبيقول له بطلنا نصيحه على فكره، مش اي حد ان هو يطلب ان هو يصاحبك ان انت تصاحبه، وانت اهلك ما علمكش ان انت ازاي تختار صحابك. فساعتها بطلنا بيرد عليه وبيقول له للاسف اهلي باعوني وانا صغير. وبنشوف ان روح بولكا سمكه القرش بتخبط على بطلنا وبتقول له على فكره انا اهلي ما باعونيش ولا حاجه. فبطلنا بيقول له معلش انا قصدي في العالم بتاعي يلا. والمحقق ساعتها بيساله عن اسمه، بس الواد تاكومي بيكون خايف جدا ان البنوته مساكي تاخد الواد بولكا وتطلع على البنوته كلاريسا، وبيقول ان هي اكيد هتاخد الواد بولكا معاها وهي رايحه، وبيقول ان المحقق لو عرف كده فاكيد مش هيسيب بطلنا بولكا في حاله واكيد هيفضل يحقق معاه. وتاكومي بيقرر ان هو يتصل بالمحقق ده علشان يحور عليه وان هو يقول له اي حاجه، ولما بيكلمه بيقول له مالكش دعوه بالاطفال دول وان انا اتعرفت عليهم وانا بلعب الفيديو، فانت لازم تسيبهم تمشي عشان هم مالهمش اي علاقه بيا. فالمحامي بيقول له بس يا حرام انت ما تدينيش اوامر، انا اللي بحقق مش انت. فتاكومي بيقول له خلي بالك لان انا دلوقتي بصورك ب4 طيارات من فوقيك، ولو انت تعرضت للاطفال دي فكل الجرايد ووسائل الاعلام هيتكلموا عنك الفتره الجايه وان انت ازاي بتعترض وتوقف اطفال صغيرين. والمحامي ده ساعتها بيقرر ان هو يفتح تاكومي وبيقول لهم انتوا عارفين مين ده؟ ده اكبر مجرم موجود هنا وهو مش بيحفظ الاسرار، وان هو لو اتعرض للضرب او الاهانه فهو هيخون كل اصحابه ويفضح اسرارهم. فالواد تاكومي ساعتها بيتضايق، بس بنشوف ان بطلنا بيقول انا عارف ان الواد تاكومي ده بيتكلم كتير بس على الاقل هو احسن منك. فالمحامي ساعتها بيتصدم من بطلنا وبيكون حاسس ان ده مش طفل عادي وان هو ممكن برضه يكون انه زعيم عصابه وده في سن صغير. وبولكا ساعتها بيقول ان الواد تاكومي ده معاه حق وان انا لازم ان انا اخفي قوتي عشان هو ما يعرفش اي معلومات عني. وبنشوف ان بطلنا بيبص جنبه مش بيلاقي البنوته ميساكي، ده حتى الشرطي بيستغرب بيقولوا ايه البنوته اللي كانت واقفه هنا راحت فين؟ بس بنتصدم لما بنشوف ان البنوته بتكون ظهرت ورا المحقق وبتديله برجلها ضربه قويه جدا، وبنشوف انها بترمي على الارض وبتقول لبطلنا يلا نهرب من هنا بسرعه، وبيطلعوا يجروا منه. بنشوف ان المحقق بيقوم يقف مره تانية وبيقول ان الضربه دي كانت قويه ومستحيل تكون من بني ادم عادي. ولما بيطلع يجري وراهم بنشوف ان بطلنا بيكون استخدم السحر القوي بتاعه، بيكون طلع ايد ضخمه جدا وبتكون خلته يستخبى من الشرطه. والواد تاكومي بعد كده بيكلم بطلنا وبيقول له شكرا ان انت دافعت عني، بس على فكره انا اصلا شخص زباله وفعلا انا مجرد ما كنت اتعرض للضربه او الاهانه فتلاقيني على طول بقول كل اسرارك. وبطلنا ساعتها بيقول له على فكره انت اديتوني اهتمام اكتر من اللي انا مستحقه. والمحقق بيكون ساعتها وصل اسم الشرطه وبيكون بيطلب من واحد من الضباط اللي هناك ان هو يحققه في الضربه اللي هو خدها في بطنه. فالشرطيه بتقول له واضح كده ان الضربه دي ضربه بنوته، وبتقول له تقريبا اثار الاقدام اللي موجوده على بطنك دي احنا شفنا زيها في المخزن المهجور اللي كانت موجوده في العصابه، وبتقول له احسن لك ان انت تروح ترتاح وده لحد ما انت تقدر ان انت تخف من الضربه دي. بس المحقق بيكون بيفرح جدا وبيقول اخيرا انا لقيت قضيه مجنونه وانا لازم اكشف كل الاسرار بتاعتها. وبنشوف ان في 2 محققين بيكونوا بيتكلموا بيقولوا ان فرقه التحقيق الثالثه وصلت لمعلومات عن الشخصيه اللي اسمها ليمينجز. فصاحبه بيرد عليه وبيقول له ان اول ظهور لليمينجز ده كان من حوالي 5 سنين، والشخصيه دي مرعبه جدا والشخص ده متخصص في القتل والخطف. وبيقول ان قبل كده كان في مجموعه من المجرمين كانت قدرت تحاصر الشخص اللي اسمه ليمينجز ده وكان معاه اسلحه ورشاشات كتير، بس الشخص ده قدر ان هو يقضي عليهم بكل سهوله، وده مع انهم كانوا بيضربوا عليه بالسلاح اللي معاه. بس الحمد لله احنا مالناش دعوه لان ده اختصاص الفرقه الثالثه. والمحقق التاني بنشوفه بيكون قاعد في الحانه وبيكون عمال يحقق مع البنوته كلاريسا، والجرسون ساعتها بيسال كلاريسا بيقول لها هو ده بيحقق معاك بصفه ايه؟ فبتقول له مش مشكله وممكن عادي يتكلم لان هو اصلا جاي يتكلم معايا وسكران وده بصفه غير رسميه. وساعتها بيقول لها وانت مش ناوي تعترفي بكل الجرائم اللي انت عملتيها يا وليه وعلاقتك بالشخص اللي اسمه ليمينجز؟ وساعتها كل البنات بيتريقوا على الاسم وبيقعدوا يقولوا ان ده اسم غريب جدا، فبيقول لهم ان انتوا ما تستهتروش بالاسم ده لان الشخص ده مرعب جدا. وبنشوف ان بولكا وميساكي بيكونوا وصلوا عند كلاريسا، والمحقق ساعتها بيتصدم لما بيشوف ان في اطفال صغيرين موجودين في مكان زي اللي هم قاعدين فيه. بس في نفس الوقت ده بنشوف ان بتجيله رساله من المحقق اراسي وبيكون بيديله مواصفات البنوته اللي ضربته، وفعلا بنشوف ان هو لما بيبص على البنوته ميساكي بيلاقي ان هي نفس المواصفات اللي الواد اداها له. وفي نفس الوقت الواد تاكومي بيكون خد باله ان المحقق اراسي شكله جاي على الحانه اللي فيها كلاريسا، بس هو باصص عليهم مش شايف بيقع عليه وايده بتحرقه، فبيكون مش باصص على الشاشه التانيه اللي يكون فيها اصلا لمنجز وبيكون شكله رايح برضه على الحانه اللي فيها كلاريسا وشكله هيكون تجمع دموي. وبس كده يا سيدي يبقى خلص ملخصنا، وما تنسى لايك وشير، ولو بتتفرج عليا لحد هنا تنساش تكتب لي 50.